ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، متنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل، هنتكلم فيه عن مفاجأة مستر احمد وهي رجوع التحديات. طبعا مش هنقول التحدي، لكن هنتكلم عن حقائق حصرية حصلت فيه وتهم كل الفانز والمتابعين. هنعرف فيه حقيقة تعب آية أحلى وجوزها عبد الله فين، أكيد هتتفاجئوا. كمان هنشوف هجوم الفانز والمتابعين على العيلة في لقطة حزينة جدا لما مات الجربوع، وكلام الفانز حسبي الله ونعم الوكيل، وزعل كبير على الحيوان اللي مات. وهنعرف ليه مكة بنت برنس مصر مش في التحدي. واخيرا عقاب الاسطورة لسلمى مراته عشان ضيعت التليفون. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بالتحدي. والحقيقة فاجئنا مستر احمد امبارح بالتحدي بعد غياب 3 سنين، ورجع لنا بأقوى تحدي احنا هنسميه تحدي المرمطة. والله يا جماعة التحدي كان صعب جدا. المهم ان مستر احمد عامل في نفسه رامز جلال. مشاهدين في كل بيت، عشان مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. طبعا عشان بيحب عيلته هيعمل فيهم تحديات جامده جدا. بجد فرحنا جدا من رجوع التحديات، وكمان وحشتنا قوي. يا ريت يا مستر احمد تستمر فيها. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن تعب آية أحلى. والحقيقة في التحدي آية كانت تعبانة قوي، وكان ظاهر عليها دور برد شديد. بس يا جماعة ما كانش ينفع التحدي من غير آية، لأنها الوحيدة اللي هتستحمل اللي حصل لها ده كله. ودي كانت فكرة الحاج صالح الجمل. في الاول هنرد على الفانز اللي بيقولوا آية حامل عشان كده هي تعبانه. يا جماعه آية احلى مش حامل، وجوزها عبد الله بيكون مسافر. هي زي ما قلنا داخله على دور برد جامد. ربنا يشفيكي يا آية ويعفو عنك. بالنسبة للي حصل فيها في التحدي بجد صعبت علينا قوي، وكمية الرعب اللي حصل لها من برنس مصر. رمى عليها الجربوع الميت، وكمان لف على رقبتها التعبان. وهنا آية ندهت على الحاج صالح عشان محمد يسكت، وده يا جماعة كان حقيقي ما كانش تمثيل. لا محمد، يا محمد بلاش قرف، ما تبقاش والد يا محمد يا بابا. بنزل الدم والله عليك. تعالوا بقى لأكتر جزء حزين في التحدي ده، بالرغم اننا ضحكنا فيه من قلبنا، لكن حصل هجوم كبير من الفانز. كتير زعلوا على اللي حصل للجربوع لانهم داسوا عليه من الرعب وموتوه. تعالوا نشوف اللقطة الحزينة دي ونرجع تاني على طول. بجد يا جماعة الجربوع صعب علينا قوي. طبعا حصل هجوم كبير من الفانز على مستر احمد، وقالوا حرام عليك، الحيوانات دي ارواح هتتسأل عنها قدام ربنا. وجع قلب بجد. كمان قالوا حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا دي كانت رد فعل المتابعين على الفراخ الصغيره والجربوع اللي مات. نحب نقول للفانز ما تزعلوش، واكيد العيله ما كانش قصدها حاجه من اللي حصلت. هما كانوا بيهزروا في التحدي، ومن كتر رعبهم من الجربوع داسوا عليه. قولولنا في الكومنتات رأيكم في اللي حصل للجربوع، وكمان كلمة لمستر أحمد. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه مكة ما نزلتش التحدي زي كل الأولاد. الحقيقة بيبي مكة قعدت مع البيبي سيتر عشان خاطر هي بتتخانق مع صالح وحياة، وكمان هما بيضربوها. ده كلام برنس مصر. لكن برضو مكة لو كانت موجودة كانت حبت تدخل التحدي مع ندى وكمان برنسو. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه بينادوا يزن بحديدة في التحدي. والحقيقة أكيد في متابعين كتير متضايقين جدا من اسم حديدة ليزن، لكن من الواضح يا جماعة إنه حابب الاسم ده. وآية أحلى كمان مش متضايقة منه، عشان كده بينادوله باسم حديدة في التحديات. ودلوقتي وأخيرا تعالوا نروح لهدية سلمى من حودة، وليه جاب لها تليفون نوكيا بدل الآيفون الجديد. طبعا كلكم شفتوا حودة وهو جايب لسلمى تليفون نوكيا، وهي يا عيني قالت إن عنده حق.
المفروض انه ما يجيبليش تليفون لانها اهملت فيه، لكن نحب نقول لكم يا جماعة ان الاسطورة هيجيب لسلمى ايفون احدث حاجة، ان سلمى غالية قوي عليه وكمان بيحبها ومش هيزعلها. ربنا يخليهم لبعض ويخليك ليهم يا اسطورة. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو قولولنا الأميرة فيروز رايحة سنة كام في المدرسة السنة دي، وشوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان أسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.